الفانتازي. هنتكلم النهارده عن ابرز اللعيبه للجوله دي في الفانتازي، وهنقسمهم لثلاث فقرات. فقره استنى، ودي فقره لعيبه نستنى عليها سواء عندنا فنستنى ما نبيعهاش، او لعيبه مش عندنا ونستنى ان احنا نجيبهم. وفقره ودع، ودي لعيبه لازم تخلص منها دلوقتي. وفقره الحق، ودي لعيبه متوقع ان هي هتجيب نقط كتير فلازم تلحق تجيبها. يلا بينا. اول لعيب معانا في فقرة استنى وهو فلاتش ديموس، حارس نوتنجهام فورست. هو لسه واخد فرصة. اول ماتش يلعبه كان قدام استون فيلا، اي نعم جاب الكلين شيت، وترنر قعد كتير ما بيجيبش كلين شيت، فهو كان متوقع ان هو خلاص هو ده اللي هيبدأ يلعب. وبالفعل هو اللي لعب الماتش اللي فات. ولكن استنى برضو لما تتأكد خالص ان انت لقيته هو كمان بيلعب واساسي خلاص وهو ده اللي هيبدأ، ساعتها تروح تجيبه لو عايز ان انت تريسك فيه او كده. ولكن احنا لسه ما شفناش مستواه في الدوري الانجليزي هيبقى عامل ازاي، فعشان كده بقول لك استنى عليه. اللعيب اللي معانا بعد كده وهو دوكو. دوكو جاب نقط كتير جدا الجولة اللي فاتت وشارك في 5 اهداف، تمام انا معاك. ولكن المشكلة الروتيشن بتاع جوارديولا، عادي جدا 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 تلاقي النهاردة او يعني في الماتش بتاع السيتي تلاقي جريليش هو اللي بيلعب اساسي ودوكو على الدكة. دوكو لو لعب خطير جدا، ولكن وخطير بمعنى ان هو هيجيب جون او هيعمل اسيست هيعمل حاجه. ولكن هل هتقدر تاخد ريسك ان هو ممكن ما يلعبش اصلا او ما يبداش الماتش يعني؟ هي دي المخاطره بتاعته. لو لعب هيجيب، ولكن ممكن ما يلعبش، فعشان كده بقول لك استنى ما تجيبهوش، ما تتسرعش وتروح تجيبه. واللعيب اللي معانا بعد كده وهو ميتوما. انا شايف ميتوما في التوب ترانسفير اوت، يعني من اكتر الناس اللي بتتباع الجوله دي. غريبة شوية، هو الجولة اللي فاتت لحقك وجاب نقط في حين ان الجولة اصلا ما كانش في حد فيها بيجيب نقط. ما كانش جون حلو يعني، كان جون ديفليكشن كده بس تمام، هو جاب جون وجاب نقط. ماتشاته اللي جاية تمام يعني كويسة. ولكن انا لقيت ناس كتير قوي بتبيعه، فعلشان كده بقول لك هو مش وحش قوي، في خيارات تانية احسن. ولكن احنا الجولة دي فيها كمية اصابات مرعبة، فانت لو عندك اصابات كتير مش هو ده اللي هتروح تمشيه دلوقتي يعني. واللعيب اللي معانا بعد كده وهو ستوبينيان. ستوبينيان رجع من الإصابة الدقيقة 71، نزل ماتش في الدوري الأوروبي يا دوب 79 كان خارج تاني مصاب. ما لسه ما فيش كلام قوي اصابته دي هل هتمنعه ان هو يشارك في الماتش بتاع الدوري ولا اصابه خفيفه. ولكن لو انت رايح تشتريه استنى، وما حبكتش قوي ان انت تجيب حد من برايتون دلوقتي، كده كده اغلب دفاعهم ما بيجيبش كلين شيت وماتشاتهم مش ألذ حاجه. فاستنى على برايتون. يعني كدفاعيا ما حبكتش قوي ان انت تجيب استوبينيان دلوقتي، عندك بدايل تانية حلوه. فاستنى على استوبينيان، مش لازم تجيبه من دلوقتي، على الاقل لما نعرف هو فعلا مصاب ولا رجع من الاصابه. واخر لاعب معانا في فقره استنى وهو نيكولاس جاكسون. نيكولاس جاكسون ماتشاته صعبه، وكمان ما تتخدعش بالهاتريك اللي جابه قدام توتنهام. قدام توتنهام توتنهام مطرود منها 2، والمدرب بتاعهم بيلعب دفاع متقدم قوي وهو مطرود منه 2. يعني هتلاقي الهدف في التاني دفاع توتنهام واقف على خط النص، وطبعا سرعات جاكسون وستيرلينج والكلام ده، وان هم كمان توتنهام ناقصين في العدد، فكان طبيعي ان هم هيلبسوا جوان كتير. ولكن مش دايما هيلاقي الظروف دي، خاصة بقى كمان ان هو داخل يلاعب السيتي، فصعب قوي ان جاكسون هو اللي يجيب اجوان، دي حاجة. فانت او مش حاجة، دي كذا حاجة هو قلناها. غير بقى كده اصلا ممكن تلاقيه ما بيلعبش اساسي بسبب الروتيشن برضو، وان هو ما كانش مقنع قوي لبوتشنتينيو، فممكن تلاقيه مش هو اللي هيلعب اساسي. فانت في كذا مشكله لجاكسون تخليك ان انت ما تروحش تجيبه دلوقتي وتستنى عليه شويه، على الاقل يا سيدي لما تبقى ماتشات تشيلسي حلوه ساعتها روح خد ريسك فيه. ولكن ما تجريش عليه، ما تخليش الهاتريك يزغلل عينيك. الهاتريك ده كان بسبب ظروف ماتش معينه وطرود واصابات. ماتش توتنهام طرد اودوجي، طرد تاني لروميرو، اصابه فان ديفين، اصابه ماديسون. فانت بتتكلم في اصابتين لاتنين اهم 2 لعيبه في الفرقه، وطرد للتاني اهم مدافع في الفرقه. فانت حرفيا خط الدفاع بتاعهم كان ناقص روميرو، وكان ناقص فان ديفين، وكان ناقص اودوجي. فانت بتتكلم في خط دفاع كان خط دفاع تاني خالص. فكان طبيعي قوي ان هما يجيبوا الاجوان دي كلها، فعلشان كده بقول لك استنى ما تخليش الهاتريك يزغلل عينيك. والفقرة اللي معانا بعد كده وهي فقرة ودع، وأول لاعب معانا في فقرة ودع وهو مات تيرنر. خلاص ابتدينا نشوف إن هو فيلاتش ديموس
ابتدى هيمسك اساسي عليه. وترنر اصلا بقاله فتره ما كانش حلو وما بيجيبش كلين شيت، فكنا متوقعين اساسا ان ده هيحصل وان هو هيبدا يتركن. فغالبا ترنر هنرجعه، بس عندنا شلال اصابات، فانت استنى شويه لو مزنوق قوي والعب بالحارس التاني اللي من على الدكه. لو ما عندكش حارس ساعتها هتضطر تغيره. واللعيبه اللي معانا بعد كده وهم روميرو، ودوجي، فان ديفين. واحد مطرود او اتنين مطرودين وواحد مصاب وشكل اصابته هتبقى كبيره. فانت عندك ثلاثة اهو من دفاع توتنهام. وغالبا هيبقى دفاع توتنهام كله، ولكن ما قلتش على بيدرو بورو او فيكاريو بسبب ان هما، انت دلوقتي احنا عندنا اغلب التشكيلات دلوقتي فيها اتنين او تلاتة مصابين او مطرودين. فاحنا محتاجين نركز التغييرات بتاعتنا في دول. فبيدرو بورو وفيكاريو غالبا مش هيطلعوا بالكلين شيت، ولكن سيبهم على الاقل بيلعبوا. احنا دلوقتي بندور على ان احنا لعيبه تلعب اصلا الجوله يعني. احنا مش بندور على النقط، احنا بندور ان اللعيبه تلعب الجوله بسبب الحاجات الغريبه اللي هتحصل الجوله دي. فالتلاته دول بيعهم اصابات يعني، الطرد قدامه على الاقل ماتشين او 3 ماتشات لسه هنشوف. والاصابه برضو كانت اصابه طويله على الاقل لحد بعد التوقف الدولي، فاخلص منه. واللعيبه اللي معانا بعد كده ستونز شفنا ان هو ما استدعاش للقائمه بتاعه انجلترا، والموقع كان منزل ان هو عنده اصابه، فغالبا عنده اصابه وممكن ما يلعبش الجوله دي. وغالبا هو مش هيلعب الجوله دي بسبب ان جوارديولا حتى لو شاكك شويه فيه فممكن ما يلعبوش وياخد شلال المدافعين اللي عنده دول. فغالبا ستونز مش هيلعب الجوله دي، فعشان كده لو هو عندك الحق يخلص منه. اللعيب اللي معانا بعد كده وهو ماديسون مكتوب ان هو اصابته لحد شهر يناير، ودي هتبقى ضربة موجعة قوي 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 لتوتنهام. اهم واحد تقريبا في الفرقة وهو اللي بيشغل الفرقة كلها. سون مهم هو كمان، ولكن ماديسون هو اللي بيسقط لحد اخر الملعب يجيب الكرة ويطلع بالهجمة. فصعب قوي اصابة ماديسون دي، وكمان مشكلتها ان هي هتطول شوية شكلها. فللاسف الحق يعني ودع ماديسون يعني. خلاص بقى ماديسون للاسف هنضطر ان احنا نشيله من تشكيلاتنا كمان قبل ما يرخص، لان هو نسبة الملكية بتاعته عالية. فغالبا كل دول لما يجوا يعملوا له ترانسفير اوت هينزل في سعره جامد. واللعيب اللي معانا بعد كده وهو نيتو، زي ما قلنا الاسبوع اللي فات نيتو كان منزل ان هو اصابته كبيرة. فللاسف هنضطر ان احنا نودعه لحد ما يرجع بقى من الاصابة ان شاء الله، او ياكد لنا هو ان هو خلص الاصابة بتاعته، فساعتها هنرجعه. وبنفس الطريقة آخر لاعب معانا وهو جابرييل خيسوس. خيسوس برضو كان هو نزل قال إن هو مصاب وغالبا إصابته طويلة، فبرضو خيسوس مش هيبقى معانا في الفترة اللي جاية دي. وبعد كده نروح لفقرة الحق، وأول لعيبة معانا في فقرة الحق أيوة زي ما أنت سمعت كده لعيبة. عندك خط دفاع كريستال بالاس عندهم كويس ميتشل وجويهي وأندرسون. خد لك واحد من الثلاثة دول. خط دفاعهم حلو. ماتش قدام ايفرتون غالبا هو صعب شوية، ولكن رن الماتشات بتاعتهم أسهل. وممكن عادي جدا ماتش ايفرتون ده يطلعوا منه بالكلين شيت. وعندك كمان الحارس جونستون، حارس كويس وبيعمل سيفز كتير. ممكن يبقى هو البديل بتاعنا دلوقتي بدل ترنر او بدل كذا حارس تاني غالي. فعندك جونستون في حراسة المرمى، وعندك من المدافعين اندرسون وميتشل وجويهي. دول اكتر مدافعين من كريستال بالاس بيعملوا اداء هجومي واتاكينج ريتيرنز حلوة، غير كمان ان هو ممكن يجيب كلين شيت. فهتبقى اختار واحد من دول وهاته عندك في الفرقة. واللعيب اللي معانا بعد كده وهو جوردون من نيوكاسل. في كلام على ان ويلسون هو كمان اتصاب، لسه ما طلعش كلام تأكيد. هو شفناه خرج ما بين الشوطين في ماتش بتاع دوري الابطال، فغالبا اتصاب. او ممكن يكون جراح احترازي، ولكن مش عارفين يعني لسه المؤتمرات ما اتقالتش. ولكن حتى الان احنا اصلا شفنا جوردون اخر ماتش ارسنال لعب في الاخر مهاجم، وماتش كمان بتاع دوري الابطال لعب فيه مهاجم. فجوردن ممكن يلعب مهاجم، فهيبقى عندك خط النص رخيص في السعر وبيلعب مهاجم في نيوكاسل في الماتشات بتاعتهم اللي جايه دي. فممكن يبقى خيار حلو قوي 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 كمان. وتاني لاعب معانا وهو هوانج هي تشان. مهم جدا لولفز، عندهم ماتش سهل. فلو انت عايز تجيب حد كفر او تغير نيتو ماتشهم هيبقى ماتش حلو وسهل، ممكن يجيب فيه نقط كتير جدا، فهيبقى خيار حلو قوي وكمان رخيص. واحنا غالبا اغلبنا دلوقتي عنده حد في خط النص، سواء ماديسون مثلا مصاب او كذا حد فيه اصابات كتير دلوقتي. فانت عندك هوانج تشان هيبقى حلو قوي وخيار حلو ان هو كمان بديل لنيتو. وممكن الجولة دي يجيب فيها جوان كتير، فحلو يعني مش جوان كتير لان هما في الاخر وولفز،
ولكن ان هو ممكن يعني يجيب لك جون واسيست او جون او كده، فخيار حلو ان انت تاخده الجوله دي. اخر لاعب معانا وهو تروسرد من ارسنال. مشكله ارسنال، انت دلوقتي عندك ساكا مصاب واوديجارد مصاب، نيكيتيا مصاب. ارتيتا طلع في المؤتمر بتاع يوم الجمعه قال ان ساكا ما اتدربش في التدريب بتاع يوم الجمعه، ولسه هيقيموا حالته يوم السبت ويشوفوا هيلعب ولا لا، هو وبقيه اللعيبه اللي هم اوديجارد ونكيتيا. فلسه في شكوك حوالين ان هم ممكن يلعبوا او لا. فانت لو عايز تروح تجيب كفر من ارسنال لان ماتشهم حلو قوي وسهل، فانت عايز تروح للعيبه ارسنال دي، ولكن المشكله ان انت عندك الثلاثه دول مصابين، فانت عايز حد، ولكن للاسف في شك. فغالبا لو طلع نيكيتيا مصاب وتروسرد لعب اساسي ولعب في مركز التسعة المهاجم ده، او لعب حتى مهاجم وهمي، هيبقى خطر قوي قوي قوي، وممكن غالبا هيطلع بدبل ديجيت كمان، سواء يجيب جونين او جون واسيست او اسيستين. ممكن يجيب نقط كتير جدا في الماتش ده، بسبب ان هو اصلا في العادي لما كان بينزل من على الدكة كان بيبقى خطر جدا وبيعمل اداء هجومي حلو. فلو لعب اساسي في ماتش سهل زي ده ممكن يجيب نقط كتير قوي قوي قوي. بس كده، ده كان كل اللي في فيديو النهارده. اعملي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا وعن الكورة وعن الفانتسي. سلام.